عصر الزهايمر. كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه للسنوات، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحول، الان اصبح الدول ما عنده في السوق ما يذوق. اللحظات التي قد يمر فيها الإنسان ليس فقط لاعب كرة القدم، الإنسان على مدار حياته حقيقة هي لحظات الوداع، لحظات الفراق. رونالدو رحل ويرحل من يرحل، لا يمكن لأحد في هذه الدنيا أن يغفل الدور اللي قام به رونالدو، الإنجازات اللي كتبها، الأرقام اللي سجلها، مكانته الأسطورية عند مشجعين الريال، محبته الباقية في قلوب المدريديستا في كل مكان. رحل رونالدو وترك ريال مدريد، لكن ترك التاريخ، ترك المكانة، ترك العراقة، ترك الفريق الأكبر في هذه الدنيا على مستوى كرة القدم، فريق ريال. لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام، ومشيت بي ومشيت ثم تركتني؟ إن كنت يا ملح المدامع تركتني، فأقل ما يرث السكوت من الكلام هو أن تؤشر من بعيد بالسلام، أن تغلق الأبواب إن قررت ترحل في الظلام. ما ضر لو ودعتني يا رونالدو، ما ضر لو ودعتني ومنحتني فصل الختام، حتى أريح يدي من تقليب آخر صفحة من قصتي تلك التي يشتد أبيضها فيعميني إذا اشتد الظلام. حتى أنام حتى أنام يا رونالدو. هذا كريستيانو رونالدو يقضي أيامه الأخيرة في عالم كرة القدم. لا بد حقيقة بأن يكون شاهدا على التاريخ، ولا بد لنا بأن نكون شاهدين على ما قدمه كريستيانو رونالدو خلال مسيرته في عالم كرة القدم. شاهد ما يقدمه كريستيانو رونالدو، استمتع بكل لحظة يتواجد فيها في أرضية الملعب. خلي التعصب على جنب، وخلي حتى وإن كنت عاقلا فدع الحقد على جنب. كن شاهدا على التاريخ، عيش الفترة واعلم بأنك محظوظ وأنت تشاهد كل هذه الأرقام تتحطم أمام عينيك، ومن يحطمها هو لاعب واحد. بكرة لما يجيك ولدك يسألك، بكرة لما يجيك حفيدك يسألك من هو هداف دوري أبطال أوروبا، من هو الهداف التاريخي لنادي القرن، من هو الهداف التاريخي مع منتخب بلاده عبر كل العصور، من هو الهداف التاريخي لليورو، من هو الهداف التاريخي لكأس العالم، من هو الهداف التاريخي لتصفيات اليورو، من هو أكثر اللاعبين مشاركة في اليورو، من هو أكثر اللاعبين تواجدا في أوروبا، من هو أكثر اللاعبين تسجيلا للانتصارات في أوروبا. لا يمكن بأن تتفادى اسم كريستيانو رونالدو، لا يمكن بأن تتفادى هذا الاسم أبدا حقيقة. لذلك استمتع بالله واشبع من نشوف واحفظ شيء يا زين، منك راح يروح. اي والله. بعدين وين نلاقي واحد؟ متى يجود الزمان بلاعب مثل رونالدو؟ الزمان لمثله انا اقول لا بخيل. نعم، هي حقيقة يجب على الكل أن يدركها وأن يعلمها جيدا، ولكن هذا هو الحال بالنسبة لكرة القدم. كريستيانو رونالدو سيبقى أسطورة كبيرة جدا، شكلت وكتبت وصنعت جزء من تاريخ، لكن هذا هو الحال، دوام الحال من المحال. كريستيانو سيمضي وكرة القدم تمضي وسجلاتها تمضي وأيامها تمضي. وأضاف لألقابها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي أطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه أحباؤه قبل خصومه ونكره الأقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا ديل ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال أبو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدول ما عنده في السوق ما يذوق. رونالدو خلاص باي باي. وين رونالدو؟ كريستيانو هل تسمعني؟ هلو كريستيانو هل تسمعني؟ لم يعد يجيب كريستيانو.
لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلوحية البرتغال. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز.